جديد يصحبنا في هذه الفقرة، فقرة الصحافة الإلكترونية في يوم جديد. النهاردة دكتور أحمد عفيفي المستشار الإعلامي لمؤسسة دار المعارف. أهلا بحضرتك وصباح الخير. أهلا بك. يمكن من أهم الأخبار من بوابة الوفد وزير الخارجية يلتقي نظيره الأمريكي اليوم. تفاصيل هذا الخبر تعقد مساء اليوم بمقر وزارة الخارجية المباحثات المصرية الأمريكية، ويتم خلال اللقاء كامل عمرو وزير الخارجية المصري مع نظيره جون كيري. تأتي الزيارة الأمريكية في ظل رفض من جبهة الإنقاذ لهذه الزيارة أيضا، ورفض من قيادات جبهة الإنقاذ اللقاء جون كيري. أهمية هذه الزيارة في هذا التوقيت تحديدا برأي حضرتك؟ أنا عايز أقول لحضرتك حاجة، يعني النهاردة لما جون كيري يبدأ رحلاته الخارجية بزيارة المنطقة ويخص مصر بهذه الزيارة، أنا برجع أهمية هذه الزيارة الحقيقة إلى 3 نقاط أساسية. يمكن الجانب الأمريكي بيضعها في اعتباره موضع كبير جدا. أول حاجة موقع قناة السويس وأهميته بالنسبة كشريان تجاري عالمي بيهم أمريكا أنه يبقى آمن. تأثير مصر العربي والإفريقي القوي والكبير. توازن القوى الحقيقة بين دول المنطقة. يعني هم دول ال3 أسباب اللي خلوا جون كيري يبدأ بمصر في منطقة الشرق الأوسط. الحقيقة جبهة الإنقاذ بتقاطع الانتخابات، لكن المؤسسة الرئاسية حريصة على استقبال جون كيري في هذا التوقيت في محاولة جادة إن يبقى في آفاق للتعاون بين مصر وأمريكا في المرحلة الانتقالية الحالية. أيضا من بوابة اليوم السابع، موسى الإنقاذ قاطعت الانتخابات لأن أوضاع البلاد لا تسمح بإجرائها. تفاصيل هذا الخبر عمرو موسى رئيس حزب المؤتمر والقيادي بجبهة الإنقاذ الوطني قال إن الجبهة لم تقرر مقاطعة الانتخابات الخاصة بمجلس النواب القادمة بسبب رفضها الانتخابات من الأساس، لكنها تطالب بتأجيلها نظرا لأن أوضاع البلاد بشكل عام لا تسمح بإجراء هذه الانتخابات في الوقت الراهن. يعني ما هو تعليقك على كلام السيد عمرو موسى؟ أنا تعليقي على السيد عمرو موسى، على كلام عمرو بيه موسى، هل يعني الشعب المصري أصبح دلوقتي مش مهم بالنسبة له مين موجود في القصر الرئاسي، بقدر ما مهم ليه أن الحياة تستمر بشكل طبيعي وأن مصر تعود إلى مكانها الطبيعي. يعني عايز أقول أن عمرو بيه موسى، هل الوضع الاقتصادي لما هنقاطع الانتخابات الوضع الاقتصادي هيتحسن ولا مش هيتحسن؟ أنا بطرح عليه هذا السؤال. وأنا أعتقد أن احنا لو قطعنا الانتخابات، طب ما مجلس النواب هيجي من تيار واحد، يبقى احنا عملنا إيه؟ فاحنا عايزين جبهة الإنقاذ تراجع موقفها الحقيقة وتعلي المصلحة الوطنية ونتفاعل مع بعض في إطار الأسرة، عشان مصر دلوقتي أصبحت على المحك، ويجب أن احنا كلنا ننتبه في الفترة دي، لأن الوضع الاقتصادي بقى متردي الحقيقة جدا، ويجب أن نعلي المصلحة الوطنية. مش مهم مين اللي موجود دلوقتي، لكن كل واحد يعمل في مجاله عشان نرتقي بأدائنا ومصر تعود إلى مكانها الطبيعي إن شاء الله. أيضا من بوابة الأهرام، مشادات في انتخابات الصحفيين ومحاولات لمنع الولي من دخول النقابة. شهدت نقابة الصحفيين في تفاصيل هذا الخبر مشادات كادت تتطور إلى اشتباكات بالأيدي، حيث حاول عدد من الصحفيين منع ممدوح ولي نقيب الصحفيين من دخول النقابة والاعتداء عليه خلال فعاليات الجمعية العمومية لانتخابات التجدد النصفي. يعني مثل هذا الفعل يعني متكرر بشكل كبير. بدأت هذه السلوكيات تظهر خصوصا بعد الثورة. يمكن من السلبيات اللي تؤخذ ما بعد هذه الثورة أنه أصبحت أعمال العنف تتزايد بشكل كبير حتى في الحوار العادي. يعني مشادات زي دي كادت تتطور إلى اشتباكات بالأيدي. ما هو تعليقك؟ يعني احنا هنخش على عملية السلوك والسلوك المغاير اللي موجود في الشعب المصري الحقيقة، ولكن عايز أبدأ بجزئية أن الإعلاميين والصحفيين هم الذين يحملون راية التنوير للمجتمع. يعني دول الحقيقة هم اللي بيأثروا في الرأي العام. فأنا عايز الحقيقة ألقي الضوء على نقطتين. أول حاجة عدم اكتمال الجمعية العمومية. هل ثقافة الديمقراطية مش موجودة عند السادة الصحفيين عشان جمعيتهم العمومية ما تكتملش فيهم أجازة؟ دي حاجة. الحاجة الثانية يعني أعتقد أن الصحفي لغة الحوار، الإعلامي لغة الحوار. فأنا عايز لما النهاردة ننتقل من لغة الحوار إلى لغة الضرب بالأزايز وبيمنع مين؟ نقيب الصحفيين المفروض إن هو بيمثله. أنا ما بتكلمش عليه كشخص،
انا بتكلم عليه كقيمه بتعبر عن جموع الصحفيين. فاعتقد ان دي سلوكيات غريبه ونرجو ان احنا ما نشوفهاش، وخاصه في النقابات المهنيه. أيضا من بوابة المصري اليوم 5 قوى سياسية بالدقهلية تطرح مبادرة لوقف العنف بين الشرطة والمتظاهرين. يعني مبادرات تطرح لوقف العنف أيضا بين الشرطة والمتظاهرين. شايف أنه الشرطة تنتهج ما كانت تنتهج في النظام السابق، ولا شايف أنه الشرطة تتخذ من الأساليب الجديدة للتعامل مع المتظاهرين في هذا يعني الوقت، أو يعني في هذا أو في عهد النظام الحالي؟ لا، أنا عايز أعالج الخبر من منظور تاني حضرتك. يعني القوى السياسية وجموع الشعب بدأت تنتبه إلى أهمية الأمن. يعني النهاردة عايزين يبقى في تصالح بين جموع الشعب والشرطة. مفيش شك أن رجل الشرطة بيؤدي رسالة، يجب على الشعب احترام رجل الشرطة، وعلى رجل الشرطة أن يحترم الشعب. الكلام ده يجي منين حضرتك؟ من تغيير الاستراتيجية اللي بتحطها قيادات وزارة الداخلية. الاستراتيجية دي تتغير ويطلع منها عقيدة حضرتك. عشان تنفذ هذه العقيدة لابد أن يغير مفهوم التدريب عند رجل الشرطة والسيكولوجي بتاعه، يعني الوضع أو التعامل النفسي مع المواطن، عشان تعود المياه إلى مجاريها ويأخذ رجل الشرطة وضعه الطبيعي في المجتمع، وبالتالي الشرطة تؤدي رسالتها مرة أخرى. أيضا من بوابة الشروق الجبالي تظاهرات اليوم دعت إليه، طبعا تظاهرات الأمس دعت إليها قوى سياسية وليس عسكريين متقاعدين. طبعا المستشارة تهاني الجبالي النائب السابق لرئيس المحكمة الدستورية العليا قالت إن تظاهرات الأمس أمام النصب التذكاري دعت إليها العديد من القوى السياسية وليس أفراد القوات المسلحة المتقاعدين فقط، وأشارت إلى أن الاحتشاد كان بالآلاف وليس بالمئات كما ادعت بعض وسائل الإعلام. كان هناك مظاهرة أمام النصب التذكاري بالأمس في حي مدينة نصر. كانت هذه المظاهرات داعمة للجيش وتدعو الجيش إلى العودة مرة أخرى لإدارة شؤون البلاد، وأرجعت هذا الطلب للوضع السياسي والاقتصادي المرتبك والذي لا سبيل للخروج منه سوى عودة الجيش مرة أخرى، حسب رأي أو حسب ما تردد من قبل المتظاهرين بالأمس. تعليق حضرتك على وجهة النظر هذه؟ الحقيقة المتحدث الرسمي للقوات المسلحة طلع وقال أن القوات المسلحة ملهاش علاقة بهذا التجمع، وأن الرئيس مرسي هو القائد الأعلى للقوات المسلحة. ده كان الموقف الرسمي للقوات المسلحة. ولكن على الأرض أنا شايف أن وجهة نظري الشخصية أن احنا ما يجبش أن احنا نزج بالجيش مرة أخرى في أتون العمل السياسي، لأن ده الحقيقة في الفترة الحالية في منتهى الخطورة، لأن في النهاية الجيش هو العمود الفقري لهذه الدولة. لو دخلت جواء الانقسامات أو فده يعتبر في منتهى الخطورة. فأرجو أن احنا ننتبه كويس قوي أن العمل السياسي له رجاله، وأن العمل العسكري له رجاله وله مهمتهم المحترمة جدا اللي هي حماية الجبهة الخارجية. يعني ويعني أرجو أن احنا ما نزوجش برجال الجيش تاني في أتون المعركة السياسية. أيضا أهالي الحوامدية يتصدون لمثيري شغب حاولوا قطع السكك الحديدية، أو تصدى أهالي مدينة الحوامدية لمحاولات عدد من مثيري الشغب مساء الجمعة بالأمس قطع طريق مصر أسيوط السريع وقطع شريط السكة الحديد. أيضا مثل هذا الحدث يتكرر بشكل كبير جدا وينتج عنه سلبيات أكثر بكثير. ما هو تعليقك على هذه السلوكيات التي توصف يعني بالسلبية والسيئة أيضا التي يتضرر منها الكثيرون؟ أصبحنا نعاني في الفترة الأخيرة من بعض السلوكيات السلبية، لكن الحقيقة هذه السلوكيات لم تصل إلى مرحلة الظاهرة. لكن النهارده لما مواطنين يقطعوا السكه الحديد رغم الظروف اللي احنا فيها، فالحقيقه بقى يجب ان الناس دي تراجع انفسها، لان يعني هناك مشاكل كبيره قوي بتنتج من غرار هذا الكلام. يمكن انا عايز اقول حاجه، ان بدات بعض القرى في الشرقيه انها تتخذ اجراءات عنيفه ضد الخارجين على القانون. فاحنا مش عايزين نصل في النهايه الى صدام بين المتظاهرين وقوى الشعب. فاحنا عايزين نحافظ على مصر الحقيقة، ونرجو ان احنا ما يبقاش في المشاكل قطع الطرق، وتبقى المظاهرات سلمية وتنتهي ثورة 25 يناير سلمية زي ما بدأت سلمية.
دكتور أحمد عفيفي المستشار الإعلامي لمؤسسة دار المعارف، شكرا جزيلا لوجودك معنا النهارده. شكرا أستاذ أمل. ومشاهدينا الكرام، يعني بعد الفصل يبقوا معنا ومروة عبد العليم وفقرة أخرى جديدة.